اهلا بيكم في حلقه جديده من في البلكونه. مبسوطين نكون مع بعض في برنامج بنتكلم فيه عن كل تعليم المسيح ونجيبها في البلكونه ونحكي نشوف نقدر نعمل ده ولا لا. انا مبسوط جدا جدا انه معايا شخص اتقابلنا من وقت طويل جدا في برنامج وبنتقابل مره تانية. الاسيس مينا، ازيك يا اسيس؟ ازيك يا مايك، عامل انت ايه؟ منورني. وحشني ومبسوط ان احنا نكون مع بعض في برنامج مع ايوه بعض طبعا، الناس هتتلخبط، ناس كتير بتقول ان احنا شبه بعض، جدا. فما حدش يتلخبط، ركز احنا مغيرين واحد الالوان لابس اصفر عشان والتاني لابس نبيتي يعني. مبسوطين يا اسيس. والنهارده الموضوع انا مبسوط انه تحدي وهيجي بعد شويه هقول ليه بالذات انا مبسوط ان انت اخترت الموضوع ده، لانه عمليا في حاجات كتير قوي في حياتك فرقت فيها مع ناس كتير قوي مختلفه عننا او عنك او عن الطبيعي اللي بتعامل معاهم. محبه الاعداء موضوع مرعب يعني، وناس كتير قوي ما بتحبش تتكلم عليه. يعني ايه احب عدوي؟ لكن انا لقيت حضرتك لما بنختار المواضيع قلت انا عايز الموضوع ده، اخترته بدون اي تردد او تفكير. ليه بقى؟ لا يمكن لانه على المستوى الشخصي كان في صراع كتير قوي مع نفسي ومع ناس حواليا علشان اقدر احب واقبل واقدر افهم. فحاسس ان هو موضوع لما بنعيشه بتحدياته بيصنع فرق في حياتنا وبيغيرنا عشان نكون بنعيش شكل الملكوت اللي ربنا عايزنا نكون بنعيشه. فهو موضوع فيه تحدي جامد وانا بحب الحاجات اللي فيها تحدي. طب قبل ما نقرا النص يا اسيس، يعني عايز اسال سؤال مباشر كده، لان الموضوع ده هو يمكن سبب لخبطتنا في الموضوع. مين هو عدوي؟ ممكن يكونوا 4 أفراد. اوكي. اول واحد هو نفسي، هو اول عدو. انا أوكي. يعني لو قدرت اتعامل مع نفسي كعدو بشكل صح هقدر احب عدوي. البدايه موفقه جدا. فهو نفسي. التاني هو الاخر. اوكي. التالت هو ربنا. اوكي. والرابع هو الطبيعه او الجمال في حد ذاته. يعني في ناس هم اعداء لكل ما هو جميل او كل ما هو خاص بالطبيعه والجمال، اللي هو اي حاجه ينتقدها او اي حاجه حلوه وعنده استعداد انه يدمرها في الطبيعه في خليقه ربنا. فلما بنتصالح مع نفسنا ومع الناس اللي حوالينا، نتصالح مع ربنا ونتصالح مع الطبيعه، كده انا قدرت احب عدوي. فالعدو ممكن يكون انا او الاخر او الله. يعني انا ليها جزء ممكن نفهمه. انا عندي تعليق الاخر طبيعي، الطبيعه ممكن ابقى انا بخربها او لكن عندي تعليق على يعني ايه الله يبقى عدوي. يعني لو انا عندي تعليم عن ربنا قديمه قربتني منه، وبعد كده لما دخلت في واقع الحياه اكتشفت انه قالوا لي ان ربنا بيهتم بيك طول الوقت، قالوا لي ان ربنا هو اللي بيسندك في كل لحظه، قالوا لي ان ربنا هو اللي مش عارف ايه، او ان ربنا هو اللي خد ماما او خد بابا او فانا بقى عندي افكار غلط عن ربنا بتحوله بعد وقت لعدو ليا بسبب انه ما سندنيش، ما كانش موجود معايا، او خد مني حد انا بحبه. اللي بيقولوه برافو، حاجه حلوه منه وما لقيتش الحاجه الحلوه، فحسيت ان هو يا اما رافضني او تاركني او ما بيحبنيش، فتحول بشكل او باخر من غير ما اخد بالي لعدو ليا. مش بعلنها، مش عارف اقولها، لكن مش عارف اكون في علاقه معاه. فكلمة أحبوا أعدائكم، أنا عارف إنه يسوع المسيح كان ممكن يكون قاصد بيها جانب معين، لكن هي قد تشمل أبعاد كتير قوي في حياتنا. لو تصلحنا معاها هنقدر نعيش الحياة اللي يسوع قال إن أنا أتيت علشان يكون ليهم حياة وليكون لهم أفضل. فالأفضل ده هنعيش لو عرفنا نتصالح مع الأمور دي ونحب أعدائنا. تسمح لي سيسا اقرا النص؟ طبعا هنقول نصوص كثيره بس النص الرئيسي للجزء دوت في متى 5 اصحاح 5 وعدد 43 بيقول كده: وسمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، اما انا فاقول لكم احبوا اعدائكم، باركوا لعينكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم، لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات، فانه يشرق شمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين لانه ان احببتم الذين يحبونكم فاي اجر لكم، اليس العشارون ايضا يفعلون ذلك؟ ان سلمتم على اخوتكم فقط فأي فضل تصنعون، أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أمن أباكم الذي في السماوات هو كامل. لما بنقرأ الجزء ده أو النص ده، إيه أول انطباع أو أول فكرة حابب إنك تقول أنا عايز أشارك أقول الفكرة دي في الحتة دي؟ في وجهة نظري انه اول حاجه ممكن تيجي في ذهني هو ان هي رحله طويله، مش مجرد قرار باخده في لحظه انه يا رب خليني احب اعدائي فاصحى تاني يوم الاقي روحي بحب اعدائي، لكن هو سكه انا بعيشها لحظه وانا بسمع الايات، رغم اني مشيت سكه على المستوى الشخصي لكن حسيت انه الموضوع صعب ومش سهل عشان نقدر نوصل للمستوى اللي فيه احنا قادرين نحب الحب اللي هو بيقول عليه ده.
التحدي بيبقى انه مش بس اعرف مين عدوي، لكن هو نفسه بيقول انه يشرق شمسه على الابرار وعلى الظالمين. مش الموضوع ده تحسه كده؟ طب ما تاخدهم يعني مش اعدائنا؟ عارف انا بحس شويه على المستوى الشخصي ان دي الجزء من الحته الحلوه اللي موجوده في النص، اوكي. اللي هو فيه هو عارف يحب كل واحد وعارف يهتم بكل واحد. الموضوع مش موضوع هو بيعمل ايه قد ما ايه هو كإنسان محبوب ومقبول في عينيه وبيهتم بيه مهما عمل، في توقيت ان في افكار او تعليم موجوده حوالينا انه اعمل كذا عشان تكون محبوب. ودي واحده من الحاجات اللي تخلينا ان احنا نقدر نحب اعدائنا، هو ان انا اكون مدرك انه زي ما ربنا حبه زي ما هو بشره وبظلمه واهتم بيه، انا كمان مدعو ان انا اكون بحب الناس اللي حواليا زي ما هو، لانهم كمان هو بيحبني انا. ما هو ممكن اكون في حد بالنسبه لي هو الاشرار والظالمين، بس في نفس الوقت انا نفسي ممكن اكون لحد تاني هو انا الاشرار والظالمين. اوكي. لانه ما فيش حد فينا ما حصلش في حياته في لحظه ما ان هو ما اساءش لحد او ما ظلمش حد او ما جرحش حد. فانا حضرتك ممكن تكون العدو في بتاعي اللحظه ديت، في الوقت ده، في الوقت اللي فيه ممكن حد تاني موجود في حته تانيه بيبص عليا ان انا العدو بتاعه. وانا مدعو ان انا احبك واقبلك، لانك زي ما انت فيك حاجات وحشه انت فيك كمان حاجات حلوه، ليس كلك شر، فيك حاجات جميله. وكمان في نفس الوقت بتمنى داخليا اني الاشخاص اللي ما بيحبونيش يكونوا بيشوفوا ان فيا كمان حاجه حلوه وان ربنا بيحبني فيقدروا هم كمان يحبوني، ودايره الحب تزيد يوم ورا يوم، لانه كل واحد يتعلم ازاي يحب الشخص اللي هو مش قابله او ما بيحبوش. انا عجباني الموقع التبادلي اللي انت قلته ده، يعني انه في وقت انا بالنسبه لك العدو، او انا بالنسبه لك الظالم، والعكس صحيح في وقت من الاوقات. وده النقله اللي نقلها المسيح في الكلام عن الاعداء. بس الكلام ده مش صادم للي بيسمع في الاول، يعني طبعا صادم. انه للحظه كده كلام صادم مش سهل. وخصوصا لانه هو بيعمل تحول في مفهوم محبه الناس ويتعامل معاهم. ففي الاول في البدايه خالص كان لو شخص جرح واحد كان هو يقتله لان هو جرحني او ضايقني. وبعد كده دخلنا على مرحله عين بعين وسن بسن، وبعد كده دخلنا على مرحله تانية خالص انه احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم. احنا مش بنتكلم انه اللي هيفقع لي عين هبقع له عين، لكن بنتكلم على انه اللي هيفقع لي عين انا هيبقى عندي استعداد انه اوكي اوقفه عند حده، لكن في نفس الوقت انا هسامحه وهغفر له. وده موضوع صعب مش سهل اوقفه عند حده. وده الموضوع اللي نفسي بعد الفصل نتكلم فيه، لانه هل ده معناه ما يبقاش في حدود؟ هل ده معناها ابقى ملطشه؟ ما هو احبوا اعدائكم باركوا لعينيكم، صلوا لاجل انت، يعني اللي يلعن احبوا باركوا. يعني الموضوع برضو في صراع. فايه علاقه ده بالحدود؟ هنكمل الفكره ديت عن الحدود بعد الفاصل. تعالوا نتفرج على الفاصل ده ونرجع تاني نحكي ازاي بقى عمليا في حياتنا النهارده نواجه دوت ونقابله ونواجه اعدائنا ونتعامل معاهم. مكتوب: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم. نفرح بإيه؟ ده اضطهاد. لما الله قال افرحوا وتهللوا، أكيد كان عنده سبب منطقي لده، مش مجرد شعور أو إحساس داخلي. لأن أجركم عظيم في السماوات. النبي هو اللي بيعلن كلام الله بالنيابة عنه. لما نعيش في تبعية المسيح ونأثر في العالم، ده معناه إننا بنعمل بالنيابة عنه. الله هيكافئنا زي الأنبياء. لو أنا بشتغل في مكان وصاحب الشغل قال لي لو حصل أمر معين هحط لك مبلغ كبير جدا في البنك، لما يحصل الأمر ده الطبيعي إني لازم أفرح على قد المبلغ الكبير. ربنا قال إنه لما نضطهد لينا أجر عظيم في السماوات. على قد ما بنبص فوق ونصدق على قد ما هنفرح. الأجر السمائي هو موقف الله، الإيمان بيه بينتج فينا فرح، وده موقفنا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل بنتكلم عن محبة الأعداء في البلكونة مع الأسيس مينا. طيب هحبهم، ده مش معناها ان انا هبقى ملطشة، مش معناها ان كل من هب ودب هيشتم لعينيكم، هيسيء إلي، يضطهدوني وهفضل أحب وأتعامل كويس. مش ده معناه ان انا هبقى ملطشة؟ لا بالتأكيد مش معناه ان اكون ملطش. ازاي بقى؟
طيب خلينا نرجع ورا خطوه. احنا قلنا انه محبه الاعداء هو ان في الاول اكون الاعداء دول ممكن يكونوا مين؟ ممكن يكون نفسي او الاخرين او الله او الطبيعه. اوكي خلينا نركز في النقطتين الاولين شويه. ماشي. انا مش هقدر احب اللي قدامي وتصالح معاه بدون ما اكون ملطشه غير لو انا تصالحت اولا مع نفسي. ليه؟ لان في ناس بيبقى عندهم الم من جوه، فيوجدوا لنفسهم اعداء وهميين. يعني بمعنى انه لان انا متالم، لان انا مضغوط، لان انا متضايق، فانا بدور على حد عدو ليا، حد اتخانق معاه، حد اضايقه فيضايقني، فافضل ملهي بالعلاقه اللي فيها مشكله. ممكن يكون ده مراتي، اولادي، حد معايا في الكنيسه، حد في الشارع، في الشغل، ايا كان، فافضل ملهي ده فانشغل عن الالم اللي موجود من جوه. اوكي في الحاله دي انا ده هعمل حالة إيه؟ ده برضو ده في حالة تانية ده ممكن. وايه الحاله التانيه؟ الحالة التانية يبقى فعلا شخص أساء إلي. مظبوط. يعني دي ممكن، يعني ده موجود. ممكن يبقى شخص فعلا أهني، مش بس يعني مش بتلكك، انا فاهم، لكن اساءة حصلت ليا في الماضي، ايذاء حصل. برافو. يعني ممكن ده يكون فعلا حاجة حقيقية. صح. وعشان كده في الحالتين، سواء كان العدو ده وهمي، انا اللي بغلس على الناس وبضايقهم عشان خاطر يتحولوا لاعداء فتلهي في الخناقه معاهم، او ان في ناس اساءت ليا في حياتي، في الحالتين عشان اقدر اعمل تصالح حقيقي معاهم بدون ما ابقى منتشر، بدون ما تخترق حدودي، انا محتاج ان يكون ليا وقت بتصالح فيه مع نفسي. اوكي. اقبل ضعفي، اشتغل على نفسي، اصدق في ان ربنا بيحبني زي ما انا، اتصالح في العلاقه معاه، اكون علاقه عميقه معاه. فالشفاء ده بيخليني لما تيجي يا مايكل تخترق حدودي، فانا اجي اقول لك لو سمحت ما تعملش كده تاني بوضوح وحزم. انا في الحاله دي وانا بتكلمك انا باصص في عينك، بكلمك بحزم بوضوح، لان انا عندي سلام داخلي وعندي ثقه داخليه في نفسي، في محبه ربنا ليا زي ما انا، فانا مش خايف، انا مش قلقان، مصدق في ان هو ضامن حياتي وان هو بيحبني، فانا قادر وانا بعمل ده بعمله وانا واقف على رجلي. يعني انت عايز ترجع الاصل لان اعرف احب اللي قدامي، ان اللحظه الاولانيه، النقطه الاولانيه، ان انا اعرف احب نفسي كويس واقبلها كويس وابقى في تصالح معاها. عشان كده الرب يسوع لما كان بيتكلم عن الوصيه الاولى والعظمى، اتكلم عن انك تحب الرب الهك من كل نفسك ومن قلبك. أوكي. والثانيه مثلها، يعني زيها بالظبط، تحب قريبك كنفسك. فانا مش هعرف احب قريبي، الاصعب بقى مش هعرف احب عدوي الا لو انا تصالحت مع الالم والجروح الداخليه الموجوده جوايا واتشفيت منها واشتغلت عليها رحله طويله، فانا اقدر اتصالح مع عدوي. تخيل انت لو في حد بيعتدي عليا وانا في اعماقي مصدق ان استحق هذا العدوان، لان انا شخص، انا استحق، لان انا شخص شرير، فطبيعي انك تعتدي عليا، تستسلم او لاني ضعيف، او ايا كان الاسباب، فانا مش هقدر احمي حدودي. لكن رب يسوع وهو موجود لما حد لطمه ما قالوش كمان، ايوه بالبلدي كده، أيوه. لكن هو قال له ايه؟ لماذا تلطمني؟ ولما قالها، يعني دايما احنا لما بنقرا نص في الكنايس بنعمل ايه؟ غالبا بنقراه بنفس نبره الصوت، بنفس التون، بس هو اكيد يعني تخيلي انه رب يسوع ما قالهاش بنفس التون، الموضوع حد ده قال له واضح. لماذا تلطمني اذا كنت قد فعلت رديا فقول انت بتضربني ليه؟ عملها كده بشكل قوي وبشكل حاسم، وعينه ما كانش في الارض وظهره ما كانش محني، لا ده كانت عينه في عين الشخص اللي قدامه وظهره مفرود، وبكل ثقه انت بتضربني ليه؟ اساسا عجبني الرابطه اللي ربطتها من دقايق، انه ما بين عشان اعرف احب الاعداء لازم يبقى في محبه لنفسي ومحبه لربنا وعلاقه. فغالبا لو انا ما عنديش العلاقه ديت والمحبه اللي بيني وبينه ولا بحب نفسي، هيبقى الاعداء كتير. برافو. ومش هعرف. وممكن اتحول لشخص نرجسي، شخص كل اهتمامه بنفسه، كل تركيزه على نفسه، وفعلا الاعداء هيزيدوا مش هيقلوا. فالرابطه، العلاقه دي المتوازنه اللي فيها حد قدم، لانه كمان في حته تاني، انا لما بستقبل حب من ربنا والحب ده خالص وبلا مقاومه وبلا شروط، انا بتعلم كمان ازاي اعطي وازاي اهتم بلا مقابل وبلا شروط. والحب بيكسر العنف، الحب يكسر العنف. حلو. لو انا في شخص قدامي بيكرهني، بص عايز اقول لك على حاجه، زمان كنت متخيل انه اي حد بيكرهني لو انا قدمت له حب حقيقي، بعد شويه الكراهيه دي هتتكسر وهيتحول الى حب. ما حصلش في الحقيقه، برافو عليك، برافو عليك. للامانه يعني انا بقولها لك اهو. الحقيقه اني لما دخلت في معترك الحياه اكتشفت ان هذه النظريه ولا دايما تفرق. بتكون صح. لا طب وتفضل، لا بس انت برغم كده هتفضل تكمل حب. ما انا هقول لك بقى، يعني أوكي. يعني هي بص، هي هذه النظريه صحيحه
وبتصنع فرق في حياه ناس كتير قوي، لان كلنا بنحتاج الى الحب. لكن في 10% من الافراد ما بيحصلش مع النظريه دي، لا تطبق عليهم. ليه؟ لان هو بيستقبل كل تعامل فيه محبه منك على انه هو ضعف. انا بقى اعتبر كل الناس 10% دول. اوكي عشان لا أريح يعني دماغي. هتبقى صعب لو هتحطوا 10%. اعتقد انه ال 10% دول، وقول لي رايك لو انت مختلف. احنا كنا قبل الحلقه بقول انت تنفع تبقى قسيس يعني، فنقدر نختلف ونتفق انه مع ال 10% قد يكون في احتياج انه في مرات اوقف العلاقه او احط حدود واضحه، او يمكن اتراجع خطوه لورا. وعلى فكره ساعات التراجع خطوه لورا بيخليهم هم ياخدوا خطوه لقدام، لان هو بيبقى مستغرب. أيوة. او ده بيكسر الصوره اللي بتقول له انه فلان بيتعامل معايا كويس لانه ضعيف. ما هو خلاص، ما هو دلوقتي مش بيتعامل معايا كويس، هو بيتعامل كويس رسمي لكن مش بحزم. برافو. فاحنا في بعض المرات نحتاج ان احنا نوقف علاقات بعد محاولات مره واثنين وثلاثه، ونبقى قابلين ومتصالحين مع نفسنا انه مش مطلوب ان كل الناس يكونوا في علاقه حب معانا، لكنه او في علاقه وديه معانا. لكن في بعض المرات في بعض الناس هيكونوا بيكرهونا وتستمر الحياه، لانه يسوع المسيح نفسه كان في ناس بتكرهه واستمرت بتكرهه الى اخر لحظه على الصليب، وهم الكتبه الفريسيين لاسباب مختلفه يعني غيرهم. انا افتكرت دلوقتي مشهد استفانوس وهو بيترجم من اعدائه، لكن قال لا تقم لهم هذه الخطيه. وربطت ده باللي لسه كنت حضرتك بتقوله من شويه، انه شاف ابن الله قائم وفي علاقه وشركه، العلاقه اللي احنا كنا بنقول عليها، وواضح ان هو متصالح مع نفسه وعارف هو بيعمل ايه وبيشرح، رغم ان هو كانوا مختارينه يبقى في خدمه معينه، لكن هو عارف يعمل حاجه تانية بمنتهى الوضوح والقوه. فيبدو ان التصالح مع النفس والتصالح مع الله بيعرف يخليني ازاي اتصالح مع الاخر، وازاي في اوقات اعرف اوقف اقول عند حد لا الكلام ده لا ستوب عند هنا، ما تخطيش الخطوه الثانيه. مظبوط. والمحبه هنا هي قرار ارادي، مش بيحكي يعني يسوع المسيح ما كانش بيتكلم عن الحب في اطار المشاعر، لكن كان بيحكي عن الحب في قرار ارادي، ان انا بقرر اراديا ان انا اتمنى لك الخير، وبقرر اراديا ان اتعامل معاك بشكل كويس. المشاعر بتيجي خطوه تانية، ممكن تيجي وممكن ما تجيش، ولما جاتش اوكي، وانا هقبل انه وانا بقدم الخير وانا بقدم الحب ممكن ماخدوش مره تاني، لكن ممكن يصنع فرق يأثر في حياة دايرة أخرى مش في نفس الدايرة اللي أنا بتعامل فيها. يعني مش لازم دايما هذه العلاقات تبقى رايح جاي، لكن ممكن تكون دايرة أو ممكن تكون خط مستقيم رايحة مش ترجع لي تاني. وممكن تيجي من طرف تاني، وممكن تيجي من طرف تاني. كلام جميل جدا. عايزين بقى نخش في العملي، ازاي اعمل دوت بقى مع الاعداء، اعمل ايه خطوات عمليه 1 2 3 4 بافكار. تعالوا فاصل سريع ونرجع تاني في البلكونه مع الاسيس مينا نتكلم عن محبه الاعداء. محبة الأعداء صراع، موضوع مش سهل، صعب، بنحتاج فيه علاقة حقيقية مع نفسنا، ومحبة حقيقية لنفسنا، وعلاقة حقيقية مع ربنا، ومحبة حقيقية لربنا. أسيس إيه بقى؟ نعمل إيه عمليا؟ كيف أستطيع أن أحب أعدائي؟ قول لي شوية تدريبات، شوية وسائل عملية، الحتة بقى بتاعتك بقى اللي أنت بتحبها، إن نعمل إيه عمليا؟ طيب هقول لك على حاجة. أنا من فترة لاحظت إنه في كل مكان بتواجد فيه يوجد بعض الأعداء. ده طبيعي جدا، بس ملاحظة غريبة يعني جدا. تخيل انت عشان محبوب فقليل قوي الاعداء. لا. بس ساعات الواحد كل ما بيروح حتى يلاقي اعداء. بس عايز اقول لك على حاجه، انه من فتره لاحظت انه الوقت اللي انا بقضيه مع نفسي قليل. انا عامه بحب الناس فبحب اتواصل معاهم، لكن لقيت لما بدات اتدرب انه اقعد مع نفسي بشكل يومي واهدى قدام ربنا واخد خلوتي اكتر واتنفس واسمع موسيقى هاديه واقرا كتاب، كل ما بقعد الوقت ده كل ده ما بيدي سلام داخلي ليا، بيساعدني ان خلال يومي لما بيبقى فيه رد فعل عنيف اتجاهي او تصرف مش افضل حاجه، ده ما بيخلينيش اخد رياكشن على طول سريع فيه عنف. خلينا نفتكر الجمله دي، ان العنف بيجيب عنف والكراهيه بتجيب كراهيه. بس عشان اقدر استقبل العنف بحب انا محتاج انه في الاول اكون شاحن طاقه، ومش هقدر اعمل ده لو انا طول الوقت مستنزف.
فمثلا واحده من التدريبات العمليه اللي كنت بحاول اعملها خلال مثلا كل السنه اللي فاتت وفرقت معايا جدا، ان انا كل يوم بصحى الصبح بدري، بنام بدري وبصحى على قد ما اقدر وبصحى بدري، واخد لي ساعه ولا ساعه ونص بدايه يومك قبل ما تبدا تحتك بالاعداء او بالاحباب او ولا باي حاجه. أوكي. انا بصحى اغسل وشي واخد بعضي انزل اقعد في اي حته فيها خضار، حته خضراء كده، واسمع موسيقى، ارنم، اقرا كتاب، اسكت خالص، ما اعملش اي حاجه. الشحنه دي بتساعد في طاقه اليوم كله بشكل ايجابي وبشكل كويس، فدي نقطه مهمه. يبقى اول نقطه، اول فكره حضرتك حاططها تحت عنوان اشحن طاقتك، والارتباط فيها بالقعده قدام ربنا. اي خدمه، انا هصيغ لك انا العناوين وتقلق. اشحن طاقتك. وانت بتقول انه يفضل قوي ان ده يبقى في بدايه اليوم. في ناس بيسموها الطيور، في ناس اللي هو الطائر الباكر كده، وفي ناس بيحبوا في يسهروا. انسان ليلي وانسان صباحي. يمكن لو حضرتك انسان ليلي شويه عايز تعمل ده بالليل، انسان ليلي دي مش حاجه عيب يا جماعه، هنقصد نقول يعني تنشنك بتروح حته مش كويسه، لا يعني انت بتلاقي طاقتك وبتبقى منعنش قوي في نهايه اليوم. اوكي، بس لو تقدر تعمل ده في بدايه يومك ده هتبقى. بس طبعا لانه بيقولوا ان اليوم بيبدا من اليوم اللي قبله او من الليله اللي قبلها، فانت تقدر تعمل ده في نهايه يومك. اوكي، ايا كان هي مش حسب نظام، بس لكن الفقره الوقت مبدا العنوان اللي انت حطيته هو اشحن طاقتك. حلو. ايه تاني؟ الخطوه الثانيه اني افكر نفسي دايما اني عدوي او الشخص اللي انا مش بقبله. تخيل ان في ناس ممكن يبقوا اعداء للناس لمجرد بس انهم يشبهوهم. مش عكسهم ده. يعني انا من زمان الناس بتكلمني تقول لي ده مايكل شبهك يا مينا، مايكل شبهك. فممكن هذا الشبه مش شبه الشكل لكن شبه الشخصيه. ودي نرجع مره تاني لفكره ان انا مش قابل نفسي لان فلان شبهي في صراعاته وفي ضعفه وفي شخصيته، او زيي وممكن يتفوق عليا مثلا. يعني مثلا لما فلان بيشتغل شغلانه زيي بالظبط فبياخد مني شغل فبيتحول عدوي، او بيوعظ زيي او بيخدم نفس خدمتي. يعني واحد زيك في الاعلام او مثلا، واحد مصور هنا وواحد مصور هنا فيقولوا برافو يا مريم انت اشطر من بولا في التصوير، يحصل مشاكل لازم كده الاثنين يكونوا شاطرين في التصوير. بس حقيقي اوقات الناس اللي في نفس العمل مع بعض او شبه بعض في الشخصيه انا ممكن بكرهه مش لانه هو حد وحش لكن لانه بدون ما اخد مع الوقت بيتحول عدو، بيعمل انعكاس على شخصيتي انا بشوف نفسي فيه بدون ما اخد بالي فبكرهه. اوكي. عشان كده حلو ان احنا الناس اللي دي نعمل ايه بقى فيها دي؟ خلينا نقول شويه حاجات. يلا. واحده منهم ان اللي قدامي اللي انا مش بقبله هو مسؤول لكنه في نفس الوقت ممكن يكون ضحيه. اوكي. ادراك الحقيقه دي يخليني مش هلتمس له العذر لما يعتدي عليا او يخترق حدودي او يخترق حدود الاخرين، لكن في نفس الوقت ابقى فاهم ان في جزء من الشخصيه اللي قدامي هي محصله لحياه والالم وصراعات مش موقف يعني. أيوه. حصلت في حياته انتجت هذا النوع من الشخصيات. لو ادركت ده هادرك كمان انه انا مش مفروض عليا اني اذبحه. اوكي. لانه يمكن لو انا اتحطيت في نفس ظروفه او نفس صراعاته انتج نفس الشخصيه اللي موجوده قدامي واللي انا بكرهها. يبقى اول حاجه اقبل اللي قدامي وافترض انه ممكن يكون ضحيه مش هو بس فعل لكن حصل معاه وده محتاج سكه. ماشي. اشحن هشوف السبب المنطقي الحقيقي اللي بيخليني اكرهه، هل لان هو شبهي ولا ان هو بيتصارع معايا في نفس الكارير بتاعي فانا عايز اتفوق عليه، ولا ان هو فعلا يعني ايه اشوف اساس؟ يعني مثلا اقعد اكتب ممكن، يعني اعمل ده ازاي؟ ممكن اصارح نفسي في مصارحه حقيقيه واسال نفسي انا ليه فلان ده مش بطيئه. ممكن على فكره اكون انا مش بطيئه او هو مش بيطيقني لان في حاجه اسمها كيمياء طبيعيه. انت في بني ادم اول ما بتشوف وشه تحس انك مبسوط. أيوه. وفي العكس اول ما تشوف وشه تحس ان انت ايه اليوم النحس ده اللي ملوش اخر ده بسبب انك شفت الشخص ده يوم مش كويس. فتخيل لو الشخص ده جارك او معاك في الشغل او انت كل يوم هتشوف انت مش هتبقى طايقه. فهي الموضوع لا موضوع انه شبهك ولا موضوع انه بيصارعك في الكارير بتاعك. كل الحكايه انه الكيمياء الطبيعيه اللي بينك وبينه مش مريحه. ويمكن الفلان ده لو قربت منه وتعاملت معاه بشكل اعمق تكتشف ان هو فيه كميه جمال انت ما كنتش تتخيله. الخطوه اللي بعديها انه اقول لنفسي يبقى ادور على السبب الحقيقي. الحاجه اللي بعديها انه لو ادركت انه فلان ده هو شخص مؤذي او غير مريح بالنسبه لي ادرك انه او اقول لنفسي انه هو كده لانه هو ناتج عن ظروف وحياه هو عاشها
بشكل او باخر هو مسؤول انه ما يستسلمش ليها وانه يغيرها، لكن في نفس الوقت هو ضحيه للظروف دي. التمس له الاعذار بشكل او باخر، مظبوط. واستقبل كل يوم الحب من ربنا. هل في افكار تانية يا اسيس للخطوات العمليه تجاه الاعداء؟ يمكن دي اكتر حاجات على المستوى الشخصي فرقت معايا. يمكن واحد من الحاجات اللي بتساعدنا كمان انه ما اخدش كل رد فعل من الاشخاص اللي قدامي بطريقه شخصيه. اوكي. يعني هو ممكن يكون مش بيبتسم، هو ممكن يكون مكشر، هو ممكن يكون بيتعامل بالطريقه دي عنده مش له علاقه بيا، مش لانه هو متعمد او قاصد يجرحني، لكن لانه هو دي طبيعه شخصيته، او لانه هو متضايق او مضغوط. لما بقلل استقبال الحاجه بشكل شخصي ده بيخليني ما باخدش رد فعل دفاعي او هجومي للاشخاص، فبيساعدني ان انا استقبل تعاملاتهم بشكل كويس. كمان يمكن في مرات ان انا اهدي نفسي. رد الفعل الاولاني اللي بيخلينا في اوقات ناخد رد فعل عدواني ناحيه اللي قدامنا، لما بهدى شويه كده قبل ما ياخد الخطوه دي. اقول لك على حاجه. زمان كان عندي مشكله انه اي شخص يخبطني واحنا قاعدين في قعده كنت ارد عليه في نفس الوقت. يخبطك يعني بكلمه كده؟ يخبطني بكلمه او وارد بادب وبذوق بس اردها له. بس فوجئت انه دي مشكله، لان اوقات اللي قدامي ما يبقاش قاصد يخبطني. لما بدات اقول لنفسي اسكت يا مينا، ما تردش، اهدى، لما مع الوقت اكتشفت انه ده فرق جدا في علاقاتي مع الناس اللي حواليا، وفرق جوايا انا. في كمان في حد عجبني كان منزل زي بوست كده على الفيسبوك بيقول كده انه هو بيخاطب نفسه فلما يحصل مشاكل ما بينه وبين حد يقول لنفسه هو ما يقصدش، هو على فكره ما كانش قاصد يضايقك، هو كان متضايق. فالاوقات المخاطبه الذاتيه دي ناحيه لنفسنا عن مشاعرنا ناحيه الناس اللي حوالينا بتساعدنا ان احنا نحب اعدائنا ونتعامل معاهم. انه اعبر عن مشاعري مع شخص تاني واتكلم واقول ويمكن اعيط قدامه بيفرغ الشحنه دي. فممكن اكتشف اني بعد ما اتكلمت وقلت ان مايكل كان بيغلس عليا في الحلقه وانا متضايق منه ومش مبسوط، خلاص الدنيا تبقى كويسه، ولا روحي لما اشوف مايكل هسلم عليه. وفي مرات تانية يمكن نكون محتاجين ان احنا اروح احكي مع الشخص، بس دي محتاجه قدر من النضج ومحتاجه تدريب عشان، ومحتاجه ازاي اقولها. يعني يفضل دايما ان لو هحكي مع شخص مضايقني في حاجه او حاسس ان هو بيتعامل بطريقه مش كويسه، حلو ان انا ابدا بانا، ما ابداش بيه هو، اقول له انا حاسس بكذا كذا كذا لما حصل كذا، يعني انا حسيت ان انت بتتعامل معايا وحش، يمكن انت ما تقصدش بس انا حسيت وده ضايقني، ده ألمني. لو عملت ده مره واثنين ولقيت الشخص اللي قدامي بيستقبل ده بمحبه، حسيت انه مش جايب نتيجه، خلاص. أسيس شكرا جدا على الحلقه دي. انا حاسس السهل الممتنع. لما قعدت اقرا شويه عن محبه الاعداء لقيت كله وعظ، بس انا اللي لفت نظري ان انت بتقوله ببساطه كده وسلاسه. يعني معرفش ازاي بتقوله بالسلاسه دي، بس يعني يبدو نقطتين تاني، اكتر نقطتين لفتوا نظري: السلام مع نفسي، السلام مع ربنا، بيخلوني اعرف ازاي يبقى عندي سلام مع اللي حواليا ومع الاعداء بتوعي. ميرسي جدا، ونستناك في حلقه تانية. شكرا، من استمتعت جدا بالوقت معاك. ميرسي جدا. الحلقه موجوده، من فضلكم ابعتوا لنا تعليقاتكم، ابعتوا لنا اي حاجه عايزين تسالوها، عشان في الصعوبات بتاعه ازاي احب اعدائي، او في اي موضوع في اي حلقه، عشان هنجمع كل ده ونجاوبه في حلقه واحده. انا نفسي قبل ما نختم نصلي يا أسيس، لو تصلي لنا لكل الناس اللي عندها اعداء بجد ومتألمين وموجوعين، لان الموضوع ما نقدرش نمشيه بالبساطه دي، فنصلي لاجل حياتهم ولاجل شفاء ليهم ولاجل كل اللي هم بيمروا بيه. يا رب انا بشكرك لانك حبيتنا محبه غير عاديه. شكرا رب لانه حتى في اللحظات اللي كنا بنتأذي فيها وكنا بنتألم فيها وكنا بنصارع فيها، في اللحظات دي انت كان قلبك بيئن وبيتألم. اشكرك الألم بتاعنا. اشكرك رب، اشكرك لانه انت بتمشي معانا في رحله شفاء، بتساعدنا ان احنا نتشفي من الجروح الداخليه الموجوده جوانا، بتساعدنا ان احنا نتشفي من الالم والصراع. يا رب حط من كل حد جواه جروح او الم او ضيق بسبب ناس كانوا اعداء ليه، او ناس يمكن جرحته بدون ما يكون بيقصدوا انهم يكونوا بيجرحوه. حط من كل حد بيجيله كوابيس مرتبطه بانه في حد بيجري وراه او حد بيهاجمه. كل حد يا رب لو سمع صوت في الشارع في
دوشه مره واحده ممكن يتخض لانه خايف انه في حد يكون بيعتدي عليه او بيألمه بسبب جروح كانت موجوده في الماضي، بسبب اعداء مستمرين موجودين في حياته. يا رب بحط من ديك المشاعر دي، مشاعر الخوف، الألم، الجروح، أثق إن أنت تقدر تصنع شفاء، تقدر تساعدنا في رحلة فيها نبقى قادرين إحنا نعبر عن مشاعرنا ليك والإخوات لينا موجودين حوالينا، نعبر عن إحساس الكراهية اللي بنحسه ناحية ناس حوالينا، نقدر نتصالح مع نفسنا، نتصالح مع كل أفكار وتعليم عنا خلانا مش قادرين نكون علاقة معاك، نتصالح مع ناس حوالينا ألمونا وإحنا مدركين إن هم مسؤولين لكن هم كمان ضحايا، فنقدر نعيش الحياة زي ما أنت عايزنا نعيشها، نكون بننطلق نتحرر من مشاعر الكراهية والغضب والحقد والانتقام اللي ممكن تأثرنا وتضعفنا، علشان يوم ورا يوم نكون بنزرع حب وبيتزرع جوانا حب جاي منك أنت. بشكرك لأنك بتسمع وتستجيب. آمين. آمين.